هذه المهارات بالدرجة الأولى على الحضور الذهني والتركيز العالي للطلبة وللشرطة عن طريق الفهم من مسك السلاح الناري، القدرة على إتقان المهارات وبشكل آمن ومسؤول. بداية باستعراض وضعيات الرمي واقفا ومرتكزا وفق الاتجاهات المحددة من الرمي من وضعية الانبطاح وعلى الصدر. قدرة الطلبة والشرطة على الانسجام وهذا عازل من العمل على التركيز والرمي وفق الأوامر ومن وجود مواد متفجرة في عين المكان. الاستعانة بالسلاح على الخفة والتركيز